السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخي اليومي مع أم نايا. اليوم جينا نديرو سردينة مشوية وسردينة خبزة كما اللي شفتوها في الفيديو الأول. نوري لكم الطريقة، غادي نقلوها بالسميد وطريقة تاع التنقية تاع السردين وكيفاش نرمز بالتاعه باش ما يسيلنا في لابوبال ما والو. هنا أنا ندير جرنان تحته، ندير الجرنان هو اللي نقي فيه السردين. اي حوت نجيبه للدار هو اللي ندير الجرنان باش نقي فيه. هنايا لا كونتيتي تاعي هي نختار الكبار باش نديروهم مشويين، والصغار نديرهم مقليين. الصغار نقيهم نورمال، نقلع لهم الريسان والمسامير، بصح المشويه نقلع لها غير لي زيكاي. قال لك اللي يبغوا الحوت ما يقلعولهاش مصارينها كي يديروها مشويه. قال لك البنه تاع السردينه هي في المصارين تاعها. هنايا باش تفرقوا بين السردينه ولا تشوطه، السردينه كيما راكم تشوفوا يجوا فيها لي زيكاي، ولا تشوطه ما يجيش فيها لي زيكاي. هكا باش كي تشرو السردين تشرو السردينه نيشان. هنايا كيما راكم تشوفوا في هذه المرحله لميتها ونحطها في لابوبال. هنا ما غادي يسيل لي الماء في الزبل ما والو، حاشاكم. هنايا بعد ما نقيتها مليح وشللتها، هنا ندير لها غير شويه تاع الملح ونحطها في الشوايه باش نشوها. هنا تقدروا ما تشوهاش في المجمر، ديروها في شوايه الكتريك، سينو في المقله تكون ما تلصقش. تاني في المقله كي تكون ما تلصقش انا موالف نديرها وتجي بنينه بالبزاف. هنايا للمقليه جبت 3 فصوص تاع ثوم، ندير لها شويه فلفل كحل وشويه تاع الكمون، شويه تاع المعدنوس وشويه تاع الملح، ونخلطهم مليح. كيما راكم تشوفوا رايحه تجينا سردينه بزاف بزاف بنينه. هنايا ندير انا سميد رقيق. انا نستعمل كي نلف الحوت في السردين ولا في الفرينه ندير في البابي كويسون، وهذاك اللي يبقى لي نخبيه باش خطره الجايه نعاود نستعمله، ما نقيسهش. هنايا كيما راكم تشوفوا درت مقله ما تلصقش ونستف فيها السردين، درت فيها شويه تاع الزيت خليتها تسخن ونستف فيها السردين، دو بريفيرونس يكونوا على حجم واحد ونزيروهم مليح. وهنا عاود زدت السردينه ونحطوها فوق النار. هنا الا شفتوا السردين نشف لكم زيدوا لها غير شويه تاع الزيت. هنا هذه الطريقه اقتصاديه، ما رايحاش تشرب لكم بزاف تاع الزيت، والزيت ما يضيع لكم. شفتوا موالفين نقلوا السردين في الزيت تاع بزاف، اي حوت هذاك الزيت رايحه نرموه لخاطرش تطلق فيه بزاف بنة الحوت. بهذه الطريقه رايحين تقتصدوا في الزيت وما يضيع لكمش. كيما شفتوا في هذاك البابي كويسون عاود لميته وخطره الجايه نعاود نستعمله. هنا المقله خطره على خطره نزهزهوها باش نكونفيرمو بلي ما راش لاصقنا. انا مقله ما تلصقليش كيما هكا، بصح خطره على خطره زهزوها. وهنا في هذه المرحله كيما شفتوا صحيح كي تحسوها باللي طابت من تحت جيبوا طبسي ولا بلاع تاع قدره ولا كيما تبغوا، ونجو نصفوها من الزيت. نصفوها من الزيت اللي كان فيها. هنايا سامحوني لقيت الكاميرا ما شفتهاش باللي راهي هاوده. هنا شوفوا كي صفيناها من الزيت، نقلبها في الطبسي، نعاود كيما هكا نحط المقله فوق النار ونعاود نردها على الوجه الاخر باش تعاود تطيب لي ثاني وتتقرمش لي من الجهه الاخرى. شوفوا المنظر تاعها كي راهي شهيتكم في الجنه الشيرات، وان شاء الله تجربوها. كيما بهذا الزيت اللي بقى نعاود نرده باش لافاس الاخرى تطيب لنا. شهيتكم في الجنه الشيرات، واللي جربتها ديرنا في الجروب تبادل الوصفات مع ام نايا، مع مطبخ اليومي مع ام نايا. مرحبا بكم. اللي مازال ما دخلت تدخل، واللي مازال ما دارت لي ابوني دير لي ابوني، راه عندنا كل يوم جديد وبدينا في تحضيرات رمضان. مرحبا بكم. هنايا مع شويه تعليم شنقول لكم مرحبا. وكيما موالف نقولكم ما غاديش تامنوني حتى تجربوهم.